مساء الورد. ألف مبروك للفريق الهلالي. بصراحة حاجة مشرفة. أنا من أول البطولة لما الهلال لعب قلت الهلال بيقدم كرة محترمة. لما كنت بتكلم عن الأهلي، لا شيء مرتب رازع مانشستر 4. أي نعم، كان مانشستر نسبة استحواذ تقريبا 70%، بس في الآخر بالهجمات المرتدة والكاونتر أتاك هو فاز. فألف مبروك للهلال. السؤال اللي بيطرح نفسه، الاهلي فاز على الهلال ازاي قبل كده؟ ايه اللي يخلي الاهلي يفوز على فرق زي دي 4 والهلال يعمل المنظر العالي ده مع ريال ومع مانشستر؟ هو تفسير واحد. لعيبه الاهلي محتاجه تتعالج او تتاهل نفسيا. بمعنى ان الهلال لما لعب مع نجوم اوروبا سواء مع ريال او مع مانشستر ما كانش خايف وكان بيأدي، يمكن عشان معظم لعيبته اجانب وواخدين على القصه دي وبيلعبوا، فما فيش مشكله، ومعظمهم جاي من اوروبا اساسا. احنا بقى لعبتنا مفيش الكلام ده، احنا واخدين نشوف ميسي في البلاي ستيشن، واخدين نشوف اللعبه دي في البلاي ستيشن. فلما نزلت العب معاه هو حصل له تشوك، حصل له صدمه عصبيه، فما قداش هو نازل بيتفرج على اللعيبه دي، عايز اخلص الماتش واروح اخد منه التيشيرت واتصور معاه، لكن العبه لا، دي مش عندي. خصوصا ان احنا كمصريين عشان نأدي او نعمل سكور او نعمل تارجت لازم يبقى في مود الحرب او مضغوطين. يعني المصري لما يبقى مضغوط بيدي شغل حلو. فانت عشان تكسب الريال لازم تحسس الاهلي ان انت في مهمه وطنيه عشان يعمل الحاجه، اللعبه بتحارب. او تأهله نفسيا، تجيبه تقول له عادي، ده ميسي، ده راجل عادي جدا، ده راجل بياكل وبيشرب وبيخرج بالليل وبيروح يزور امه وبيبات عند بنت خالته والقصص دي كلها. انت بتلعب بني ادم عادي، مش حد فز يعني. فتأهل اللاعب المصري نفسيا او تضغطه. لكن عشان احنا نعمل الاداء ده ويجي الهلال يدب يدب مانشستر 4-4، ده يدل ان المشكله فينا. لازم دكتور نفساني يودي الناس دي السرايا الصفراء.